انطلق الموسم الجديد من برنامج عرب أيدول، فرأيت الآلاف من أبناء أمتي يتوجهون للمشاركة في هذا البرنامج، ورأيت الملايين قد جلسوا أمام التلفاز مؤيدين ومصوتين ومتابعين، فتذكرت الفاجعة في الموسم السابق. نعم، الفاجعة فاجعة عظيمة بمقدار 40 مليون دولار أمريكي، 20 مليون من مصر فقط، 20 مليون من مصر، و10 مليون من تونس والجزائر والمغرب، و10 مليون من باقي الدول العربية، لأنه قد صوت ب40 مليون صوت، وكل صوت بدولار. وأنا أسألك أخي في الله، أما تستحي بالله عليك وأنت تنفق على هذه البرامج بغض النظر عن حرمة متابعتها، بغض النظر عن النظر إلى السفور والعري وأهل الخنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أن تنفق على هذه البرامج ولو طلب منك أن تنفق هذا المبلغ دولار على فقراء المسلمين في غزة أو على فقراء المسلمين في سوريا، هذا المبلغ مبلغ 40 مليون دولار يكفي لترميم المساجد والمدارس التي قد دمرت في غزة، يكفي لإشباع مجاعة الصومال. لو طلب منك أن تنفق هذا الدولار على طفل مسكين أو لجمعية خيرية لحسبت له الحسابات. إن كنت لابد فاعلا للحرام ومصرا عليه، فإياك أخي في الله، إياك أن تدفع فلسا على هذه البرامج، إياك أن تفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من دعا إلى ضلالة فله من الوزر مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إياك أن تحمل وزرا جاريا بعد موتك، إياك أن تنفق أخي على هذا البرنامج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. تخيل نفسك أنك أنت الفقير أخي في الله، وفلان ينفق على المغنين وأنت لا تجد ما تشبع به بطنك، أليس هذا من الخذلان؟ إياك أن تخذل المسلمين بإعانتك في هذا البرنامج. انزعه من قلبك أخي في الله، وانصر إخوانك الفقراء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.